يا مساء الفل يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده راجعه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل علشان تشوفي كل جديد بقدمه هنا في قناتي. تعالوا بينا هنعمل صينيه كده تسد الجوع بتاع بالليل، وينفع تقدموها وجبه فرعيه كده جنب اي اكل عاملينه حابين انكم تزودوا الوجبه. زي ما انتم شايفين معانا لفه جلاش، ومعانا جزرتين مبشورين، وكمان معانا بصلاية خضرة كده مقطعينها ناعم، وبصلاية عادية مبشورة كمان معانا لانشون متقطع صغير كده الحجم اللي انتوا شايفينه. هنجيب طاسة على النار ونحط فيها شوية زيت او سمنة بلدي او زبدة صفرة، وبعدين هنزل على الطاسة دي باللانشون المتقطع، وبعدين هقلبه تقلبتين بالظبط وهركنه على جنب في الطاسة، وهنزل بعد كده بالبصل هدبله خالص علشان خاطر ما يبقاش باين معانا قوي. بالنسبة للناس اللي ما بتحبش البصل باين قوي معاها في الاكلة. زي ما انتوا شايفين كده بقلبه كده على جنب، وبرجع اقلب اللانشون تاني علشان احنا مش عايزين اللانشون ينشف معانا ويتحمر قوي. كل اللي احنا عايزينه ان احنا ندبل البصل، وبعدين هركن البصل مع اللانشون كده بعد لما اقلبهم كده مع بعض. هركنهم على جنب في الطاسة، وهنزل بالجزر المبشور، وكمان هنا هقلب الجزر لوحده علشان احنا عايزين نخلي الجزر يدبل معانا وما يفضلش صاحي كده ومقرمش معانا في الاكله. لو تخلوا بالكم الأكلة واضح ان الكمية كبيرة، لكن لما البصل والجزر يدبل معانا هتلاقوا الكمية قلت قوي. هنبدأ نقلبهم كده كويس مع بعض، ما كناش لسه حطينا اي نوع من انواع التوابل، وبعدين بقى هخلطهم كده خلاص كده مع بعض بعد لما كل المكونات بتاعتنا دبلت كده واستوت. هنزل بقى عليهم بمعلقة من الملح، معلقة صغيرة على حسب الكمية طبعا تظبطي الملح بتاعك، وبعدين هنزل عليهم بمعلقة من السكر، والسكر هنا بيدي تسكيرة حلوة جدا جدا مع طبعا السكر بتاع اللي بيظهر من البصل لما بينزل على النار. وهحط شوية فلفل اسود وبس كده. دي التوابل بتاعتنا يعني بجد تحفة جدا. هنزل عليهم بمعلقتين من الكاتشب، ودول اختياري، لو حابة تضيفيهم ضيفيهم. المهم بقى هقلبهم كده وهطفي عليهم النار، وهبدأ بقى اني اروح اشتغل في الصينية بتاعتي بتاعة الجلاش. هفتح ورقة الجلاش كده زي ما احنا شايفين. المفروض انكم تغطوها لو مش هتشتغلوا بسرعة علشان الجلاش ما ينشفش معانا. وهبدأ بقى اني ادهن الصينية بتاعتي بسمنة او زيت او زبدة زي ما متاح عندك، اشتغلي بالموجود معاكي، وهدهنها كويس كده. وبعدين بقى هبدأ افرد ورقتين ورقتين من الجلاش زي ما هتشوفوا كده، علشان انا ما بحبش اني اورق الجلاش يعني كمية دهون كبيرة، فباخد ورقتين ورقتين وبتنيهم كده من الحروف. لو الصينية بتاعتي صغيرة يعني على الجلاش، بتنيها مرة من اليمين ومرة من الشمال عشان ما تبقاش في ناحية من الصينية اعلى من الناحية التانية. هاخد ورقتين ورقتين، هما تقريبا هيعملوا مثلا 6 ورقات من الصينية من تحت، و6 ورقات من الصينية من فوق، والحشو بتاعي في النص. هبدأ أتني الحروف كده على جوه زي ما احنا شايفين كده. أنا ماشية معاكم خطوة بخطوة علشان الناس اللي لسه جديدة وجديدة في المطبخ ومش عارفة الجلاش ممكن يتعمل ازاي. كده بقى أنا خدت ال6 ورقات بتوعي، ودهنت ما بين كل اتنين بمادة دهنية بالفرشة كده خفيف ما بكترش، وبعدين بقى هبدأ اني انزل عليهم بالحشوة بتاعتي. شايفين الحشوة بتاعتي قلت ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كانت كبيرة وكتيرة في الصينية وانا بسويها على النار، لكن طبعا لما استوت كده والبصل والجزر دبل بتحسوا ان الكمية قلت كتير، بس هي مظبوطة على قد الصينية بالظبط. هنا ممكن تضيفوا بقى لو عندكم جبنة رومي او جبنة شيدر او جبنة موتزاريلا في النص على مزاجكم. طبعا احنا بنشتغل بالمتاح، والجوع بقى لما بيجي في اي وقت ممكن تبقى في حاجات متاحة وحاجات مش متاحة. هنا بقى انا خدت الورق اللي هو هحطه على الوش، حطيت 4 ورقات، وفي اخر ورقة بتنيها، بس بتنيها على جوه زي ما احنا شايفين علشان الصينية بتاعتي تبقى مظبوطة. وهدهن كده الوش بتاعها بالمادة الدهنية بتاعتي، وهبدأ اني اقطعها، لان لما تستوي هيبقى صعب ان احنا نقطعها. بتقطعيها بقى على حسب الحجم اللي تحبيه، اكبر من كده ولا اصغر من كده براحتك.
بكون بقى محضرة بره بضاية علشان خاطر هبدأ اني ادهن بيها الوش بتاع الصينية. وكمان محضرة حاجة بتفرق في الطعم جدا. انا هنا كان عندي البضاية، انا حطيت الاول عليها، حطيت ملح وفلفل بس مش اكتر، وهركنها لحد لما ادهن الوش بتاع الصينية قشطة بتاعة اللبن، اللي هي الوش بتاع اللبن من فوق. بتفرق جدا وبتدي طعم وريحة للصينية دي روعة. ادهني بقى كده وليسي زي ما انت عايزة. المهم ادهني كل الجوانب والاطراف، بس طبعا بعيد عن الحرف بتاع الصينية عشان ما تتحرقش مننا. ادهني بقى الوش بتاع الصينية بتاعتك بالبضاية، وممكن تستغني عن البضاية لو مش حابة خالص، وتدهني بس بالقشطة او بشوية لبن على الوش، وكده تمام قوي. اخدها بقى وادخلها الفرن على درجة حرارة 180، وكده لما القمر طلع من الفرن. طبعا هي ما بتاخدش وقت خالص، وسهلة وسريعة ولذيذة وإدمان بجد. الصينية دي روعة، يعني ممكن تستغني عن السمبوسة وتعملي الصينية دي كمان معاكي في رمضان، تحفة جدا. وأضمن لك إن الناس هتسيب الأكل كله وهتاكل الصينية دي وتخلصها لك. كده بقى انا قطعت الصينيه زي ما انتم شايفين، سلكتهم كده من بعض لان هي ابتدت تلزق مع بعض لما دهنت الوش بالبيض والحاجات اللي كانت على الوش دي. بس كده زي ما انتم شايفين، وهشه وخفيفه جدا جدا. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم كده وتجربوها، ومتأكدة انكم هتدعولي على الوصفة التحفة دي. ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشتركي في القناة وتجربي الوصفة وتقولي لي رأيك فيها ايه. اشوفكم على خير، وما تنسوش تتابعوني، وسلام.